تغربنا وحملنا انواع الهموم. الله. تغربنا تهجرنا وحملنا انواع الهموم، او تركنا ديارنا واحلى ليالينا. أنا تغربنا وحملنا انواع الهموم، وتركنا ديارنا واحلى ليالينا، وتركنا بيوتنا اللي بيها رضينا صغار. الله. تركنا بيوتنا تركنا بيوتنا اللي بيها رضينا صغار، مشينا لديرة ما واحد سأل بينا. أريد ارجع البيت وكل شي ما اريد. الله. انا اريد ارجع لبيتي وكل شي ما اريد الذهب خلاك التراب. اريد ارجع البيت وكل شي ما اريد ارجع البيت وكل شي ما اريد، واشوف اشحال ديرتنا الحزينه، ما اريد انذهب خلاك التراب. ما اريد انذهب خلاك التراب. تعبنا تعبنا من الصبر كاف متليين. تعبنا والله يا ابو ابراهيم، تعبنا والله. ويا بعد ذاك الكرم والطيب والخير، بعد ذاك الكرم والطيب والخير، بكينا ومن قلب انا بكينا اي والله. بعد ذاك الكرم والطيب والخير. اي والله. بكينا ومن قلب ينزف، بكينا بخيم تاليها نقعد لاي العراق. اي والله. بخيم يا حسافة بخيم تاليها نقعد لاي العراق. اي والله. وألف يا حب هيك يصير بينا، ألف يا حب هيك يصير بينا. يا الله 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 الله. الله الله الله. تسلم يا ابو ابراهيم، تسلم.
تذكرنا بمالك الحزين وتذكرنا بهذا الاشجار الحزينه وهذه الاجواء. نحيي هذا الشاعر الكبير ونحيي كل شعرائنا اللي مثل ما يقول تكلموا على العراق، على غربه العراق، على يعني مو هذا العراق يا ابو ابراهيم، مو هذا العراق، لكنه مالك الحزين هو ايضا مثل ما يقول بصمه في مثل هكذا اشعار حزينه. وهو ان شاء الله راح نتحول بعد هالاحداث ان شاء الله من مالك الحزين الى مالك السعيد. لكن انت علاقتك مع مالك علاقه خاصه، انت وش تقول على مالك الحزين؟ واحنا نحييه والله، وان شاء الله يكون ضيفنا هان في يوم من الايام. وش تقول على مالك؟ تحياتنا للاخوان الشاعر الكبير الاستاذ مالك الحزين. طبعا اخر ما كتب عن الغربه وعلى التهجير وعلى معاناه بلدنا العزيز ارسل لي اليوم اخوي الاستاذ الكبير مالك الحزين. اليوم هذا المواد، نعم اليوم جديد يعني جديد. ايه فراح نسمع على نفس المقام استاذ عادل. اي والله اي والله، هذا الاهداء البرنامج خيمه وقصيد، يعني مثل ما يقول دازها الخيمه وقصيد، يعني يخصكم بالسلام. يا سلام، الله يسلمه ويحفظه ان شاء الله. اي نعم. ايه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. استمر استاذ عادل. زين.